ازيكم. النهارده هنتكلم على الروتين. طيب دايما الواحد لما يسمع كلمة روتين دي بتيجي في دماغه حاجة مملة، حاجة بايخة. راح مثلا مشاوير حكومية والروتين بتاعها كان سخيف. الروتين بيجي، طب انا حياتي روتينية جدا. بصحى الصبح بقى اروح مدرستي، اروح جامعتي، اروح شغلي، وارجع انام شوية واصحى لو في اولاد اوديهم المدرسة وارجع بعد كده اوديهم التمارين. فيعني دايما كلمة روتين أو حياة روتينية ده دايما بيجي في دماغنا بحاجة مملة، حاجة قاسية، حاجة مش لطيفة عموما يعني. لو إن في حاجات لطيفة أوي، في بقى روتين البشرة وروتين الضوافر وروتين مش عارف إيه فيعني الكلمة منقسمة لشقين، حاجة يا إما لطيفة جدا يا إما حاجة بايخة جدا. تعالوا النهاردة نتكلم نشوف يعني إيه روتين، وهل هو فعلا حاجة لازم تبقى حاجة بايخة ومملة، ولا ممكن نستفيد من كلمة روتين دي تخدمها في ان احنا يبقى يومنا منظم ويبقى فيه روتين صحي. تعالوا نشوف. طيب تعالوا نشوف كده عموما يعني ايه روتين. روتين ده يعني حاجة بعملها بصفة مستمرة او افعال بعملها بصفة مستمرة عشان توديني لحاجة احسن. روتين رياضي، روتين صحي، روتين عشان يومي يبقى احسن، عشان زي ما كنت بقول لكم مثلا في سكين كير روتين، وروتين للشعر. يعني مش هينفع اقول ايه الشعر ابقى محور، يعني ممكن اعمل روتين لاي حاجه. في روتينز الحاجات كتير قوي. كلمه روتين دي لو كتبتوها بس في السيرش انجن يعني على اليوتيوب ولا في اي حاجه هتلاقوا كميه فيديوز يعني ملهاش اول من اخر. ويجيبوا ممثل يقولوا احنا هنجرب الروتين بتاعه، ونجيب حد غني نجرب الروتين اليومي بتاعه. يعني في ايه كم من الفيديوز والريسيرشز ويعني حاجات بالهبل. تعالوا نشوف النهارده هنتكلم في 5 نقط ممكن بسهولة تعملهم في حياتك اليومية عشان الديلي روتين بتاعك يبقى منظم ويبقى صحي أكتر. اللي هنتكلم عليه النهارده الروتين الصباحي، مورنينج روتين. تصحى تعمل 1 2 3 4 5 عشان يومك يبتدي بشكل صحي وتقدر تكمل بقية اليوم بشكل منظم. طيب ايه اول حاجة هتعملها في الروتين الصباحي؟ هو انت تصحى اصلا من النوم. يعني قصة ان انت تصحى الصبح دي هتبقى بداية الروتين الصباحي. يعني ايه؟ يعني انت بتصحى في ميعاد، هتحاول تبدر الميعاد ده شوية. هو يعني زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، يعني ان اليوم لما يبتدي بدري بيبقى فيه بركة، ودي فعلا حقيقة. انت كل لما بترجع بيومك وتبتديه بدري اكتر من اليوم اللي قبله بتحس ان في بركة في اليوم، واليوم بقى اوسع والوقت بقى اكبر وبقى في وقت زيادة ما كنتش عامل حسابه تقدر تعمل فيه حاجات انت ما كنتش لاحق تعملها. فمثلا انت بتصحى في العادي الساعة 7، هتحاول تصحى الساعة 6:30 او 6. طب هل ده يحصل في يوم؟ لا طبعا ما ينفعش. انت حاول تبدر بس كل يوم 5 دقايق. يعني بكرة تصحى بدري 5 دقايق، بعده تصحى بدري 5 دقايق، وهكذا لحد ما تخلق لنفسك ربع ساعة، نص ساعة، ساعة الا ربع، ايا كان الوقت اللي هتخلقه زيادة. بس ده في الاخر ما كانش موجود في يومك العادي وبقى موجود، فتقدر تدخل فيه حاجات تانية. في جملة ظريفة كده سمعتها بتقول لك ايه؟ بتقول لك اللي بيروح بدري بيوصل في ميعاده، واللي بيروح في ميعاده بيوصل متأخر. نفس نظرية المذاكرة كده، اللي هو لو كان أهلك يعني بيقولوا لك لما تذاكر عشان تجيب 100% هتجيب 90، ولو بتذاكر عشان تنجح فأنت هتسقط. دايما في فجوة في النص كده احنا ما بنكونش عارفين ايه اللي هيحصل فيها. فدايما لازم تبقى انت بدري عن ميعادك او بدري عن ميعاد شغلك ايا كان. يعني لازم تبقى بدري عن الميعاد المظبوط بتاعك. طيب وفي بلدنا عموما اصلا مفيش احترام لمواعيد يعني زي ما احنا عارفين. فدايما اللي بيكون عنده احترام لمواعيده وبيوصل دايما بدري في ميعاده او بيوصل في ميعاده مظبوط، ده بيكون ليه نظرة مختلفة من الناس، ودايما الناس بتقدره وبتبص له بصة احترام زيادة. طيب تاني حاجة في الروتين الصباحي، حاجة بسيطة جدا 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 ومفيش حد فينا ما يقدرش ما يعملهاش، ان انت تشرب مية. المفروض ان انت ليك كذا لتر في اليوم تخلصهم، واحنا عندنا مشكلة عموما في موضوع المية ده، يعني بننساها، ما بنهتمش، ما بنركزش. فلما تبتدي يومك بالمية هتخلص جزء من اللي المفروض تخلصه في اليوم، عشان ليها فوائد كتير جدا يعني على جسمك. زائد ان انت هتبتدي يومك بطريقة لطيفة جدا. المية ليها فوائد كتير قوي لما بتتاخد الصبح. هتشرب ربع لتر، تشرب نص لتر، زي ما تقدر. من فوائد المية هي زيادة الطاقة، ان انت بتحس ان انت في باور كده زيادة الاول.
ونشاط، يعني بتعمل لك ريفريشمنت كده فبتبتدي اليوم بنشاط. زائد ان هي مفيده جدا للجلد، ومفيده جدا للشعر، يعني زي ما انتم شايفين كده، ومفيده جدا للميتابوليزم، بتعلي الميتابوليزم، بتعلي الحرق معاك. وليها فوائد ظريفه تانية، ان هي بتديك احساس بالشبع، فانت مش بتصحى تجري على الفطار، لا انت بتشرب ميه فبتشبع شويه، ممكن تاجل فطارك شويه. بلس ان هي زي ما قلنا بتدي ريفريشمنت وبتدي باور فبتفوقك، فممكن تاجل قهوتك شويه كمان. يعني انت اصلا زياده الكافيين مش صح، واحنا بقينا في العادي بيومنا الطويل وضغط الشغل والكلام ده كله بقينا بنشرب عادي قهوه كتير في اليوم. فانت ممكن بدل ما تشرب القهوه بتاعتك الساعه 8 الصبح دي، لما تشرب ميه وتديك الباور اللي اول اليوم، تمد القهوه بتاعتك شويه، بدل ما تشربها 8 تشربها 10 11. كمان شرب الميه الصبح كتير بيزود المناعه. طيب رقم 3 في الروتين الصباحي هو التعرض لأشعة الشمس. أشعة الشمس مفيدة جدا لينا، واحنا برضو كتير مش بنركز، يعني عادي صحينا الصبح لبست جريت على جامعتك او على شغلك شكرا. لا، انت هتصحى بدري تدي لنفسك وقت تنزل بس تتشمس شوية، تعرض جسمك وجلدك للشمس. الشمس دي مفيدة جدا، ان هي بتحسن مودك الصبح، بلس طبعا هي بتزود فيتامين دي. طيب رقم 4 في الروتين الصباحي هي الرياضة. بما إن أنا نزلت عشان أتشمس، طب ما تيجي نتحرك شوية، ومش لازم يعني رياضة معينة، ومش لازم وقت معين، يعني اتمشى 10 دقايق بس، حرك مفاصلك وجري الدم في جسمك كده يعني مشغل جسمك، حرك عضلاتك، حرك نفسك. عايز تتمشى اوكي، عايز تجري يعني جري خفيف كده جوجينج ماشي مفيش مشكلة، عايز تلعب رياضة في البيت شوية كارديو خفاف اوكي، عندك اي نوع من انواع الماشينز لطيفه العب بيها، ايا كان الطريقه ايه، وربع ساعه نص ساعه ساعه الا ربع مفيش مشكله. رياضه خفيفه الصبح تحرك مفاصلك والدوره الدمويه وتخليك نشيط وفايق اليوم كله، وتديك باور كمان تقدر تكمل بيه اليوم، دي حاجه لطيفه جدا. وهتاخد الفوائد الطبيعيه بتاعت الرياضه، انت يعني هتشغل الدوره الدمويه وتشغل عضلاتك وتحرك مفاصلك وتديك باور وانرجي، وتبتدي اليوم بطريقه ايجابيه ولطيفه، وتبقى بادئ اليوم مبتهج كده ومبسوط. طيب رقم 5 في الروتين الصباحي، وهي آخر حاجة ممكن تعملها عشان تبقى خلصت ال5 نقط بتوعك، هي دش ساقع لطيف. دش ساقع ده ليه فوائد كتيرة جدا، هو يعني لطيف برضه، بيعمل ريفرشمنت، بتبقى فايق ومبسوط، يعني بيديك شعور بالسعادة، بيقلل التهاب المفاصل وبيقلل آلام العضلات وبيجري الدورة الدموية. فالدش الساقع ده من ألطف الحاجات اللي ممكن تبتدي بيها يومك. طيب في الآخر اللي أنا بقوله ده هو رأيي الشخصي في 5 بوينتس ممكن تعملهم في يومك العادي كروتين صباحي تبتدي بيها يومك عشان تكمل بقية يومك بطريقة إيجابية ولطيفة، وتبقى بوزيتيف ومبسوط ومبتهج وتكمل اليوم بطريقة لطيفة كده. طيب هل الكلام ده لازم اخده انفذه زي ما هو؟ لا طبعا. انا زي ما قلت لكم، احنا لو جينا ندور على الروتين الصباحي هتلاقي في ناس مثلا بتجرب بتاع لعيب كوره معين، واخد الروتين الصباحي بتاعه مثلا اجربه زي ما هو، بتاع حد مثلا غني وشاطر اخد الروتين الصباحي بتاعه او الروتين اليومي بتاعه اجربه. هي ما بتمشيش كده، ظروفي غير ظروفك غير ظروف اي حد تاني، مفيش حد فينا نفس الطباع ولا نفس ولا فيزيكالي زي بعض ولا منتالي زي بعض ولا نفس ظروف الشغل ولا الصحيان ولا النوم ولا الاكل ولا اي حاجه في الدنيا. فكل واحد بيقدر ياخد من الروتين الصحي اللي يقدر ينفذه في يومه واللي يقدر يكمل عليه عشان حياته ويومه يبقى احسن. فمش شرط ان انا اخد روتين بتاع حد اطبقه بالحرف، لا، كل اللي انا قلته ده مش هيبقى ليه لازمه لو ما يتناسبش مع يومك ومجهودك بدنيا وعقليا وكل حاجه. انا احمد صالح من ريبتايل فيتنس، ولو الكلام ده عجبكم يا ريت تعملوا فولو سبسكرايب.